لو انت الثلاث مميزات دول ما بتستخدموش في ايفونك فروح ارميه احسن. اعمل لايك للفيديو ده، اعمل له سيف وابعته لاي حد مهتم، ويلا بينا. اول ميزه معانا وهي لو جنبك دوشه كده، روبابيكيا بقى، ميكروباصات، صوت دوشه، حفل، ايا كان، تقدر تعزل الصوت ده تماما عشان صوتك بس اللي يظهر في اي مكالمه واي فويس. هتعملها منين؟ هتخش عندك في الاعدادات، تنزل لغايه ما تلاقي حاجه اسمها تسهيلات الاستخدام او الاكسسبيلتي، تنزل تحت لغايه ما تلاقي حاجه اسمها اوديو اند فيجوال وهي الصوت والرؤيه يعني زي ما بيقولوا كده، وهتلاقي حاجه اسمها فويس ايزوليشن. تفعلها كده، انت الفويس ايزوليشن عندك شغال، هيعزل الصوت وهيفصل الصوت ويعرض صوتك بس في اي مكالمه او اي فويس. اتنين، جهازك لو انت قاعد في عربيه وماسك التليفون ساعات بتحس بدوخه، في بقى اوبشن جوه الايفون يخلي الموضوع ده ما يحصلش وما يحصلكش اي دوخه نهائي، والموضوع ده غريب. تدخل عندك على اعدادات، تخش حاجه اسمها اكسسبيلتي، وتخش على موشن او الحركه، وهتلاقي حاجه اسمها الفاكل موشن او حركه المركبات او العربيات، وهتخليها اوتوماتيك. اوتوماتيك دي لما هو يبقى في العربيه الموضوع ده هيشتغل وهيجيب لك نقط كده تقدر ان هي تحميك ما تخليكش تدوخ نهائي وانت في العربيه. ثلاثه، في ناس بتسال لو انا عايز اعرف ان الايفون بتاعي حد واخد اكسس عليه مثلا او هاك للايفون، يعني اعرف الموضوع ده ازاي؟ خش عندك في الاعدادات، تنزل تحت لغايه ما تلاقي الامان الخصوصيه او البرايفسي اند سكيورتي، وهتدوس على حاجه اسمها سيفتي تشيك، وهتدوس على حاجه اسمها مانج شيرنج اند اكسس اللي هي الاختيار الثاني ده. وبعد ما تدوس عليها هيقرا الفيس اي دي بتاعك ويشوف الناس اللي عندك اللي واخده اكسس على جهازك. انا اخويا واخد اكسس كده من شير نوت انا كنت مديها له، فده الاكسس الوحيد اللي عندي. وبس كده، دي كانت حاجات جامده جدا في الايفون لازم تبقى عارفها. بس عشان لك الفيديو ده تعمله سيف وبعته لاي حد، واعمل فولو لو انت مهتم بالمحتوى ده.